1 مايو 2 حمام الهنا يا باشا. اهلا يا وديع، جايب لي معاك ايه النهارده؟ جايب لك سيناريست مرعب، جايب لك اثاره، جايب لك سفاح، جايب لك نهايه مش متوقعه. بس انت نهايتك المتوقعه يا وديع. والسفاح ده بقى بيقتل ليه ان شاء الله؟ بيقتل علشان ال7 خطايا، المشهد الاخير اللي هيقلب كل موازين السينما. يلا اشتغلوا. عايز تقولها لنا علشان نبقى واخدين بالنا؟ ايوه، خلوا بالكم. 13 2013 اذا كنت عايش. 13 2013 الماسون. عايز ايه يا استاذ؟ قول ما تخافش. ها؟ تصدق انت فقعتها لي؟ دي التحدي الأعظم الأعظم الأعظم. وايه بقى هم ال7 خطايا ان شاء الله؟ أول خطيئة وضعه حسن مبارك. لا، حسن مبارك لا، لأن الرئيس الذي ينفى هو الرئيس الخائن. خلوا بالكم، حسن مبارك ما خانش. في فرق بين خيانة الوطن وبين التعريص على الفساد. ده موضوع مختلف يعني. مهم. مين الوحش ده؟ وانا اللي بقول دلوقتي للمجلس العسكري، وبقول لجهاز المخابرات العامة المصرية، وبقول لجهاز الامن الوطني المصري، وبقول لجهاز المخابرات الحربية: انا تحت امركم. انا مستعد ان انا اقدم كل المحاضرات اللي انتوا عايزينها. كفايه يا وديع، انا اشتريت خلاص. مش قلت لك؟ يلا يا اساتذه، يلا وديع تعال. بقول لك ايه، مشي الواد ده من هنا وراضيه باي حاجه، وشوف لنا بقى على السيناريو ده هوت في اي بلد تانيه، وسيبك من الجنان ده يا وديع، ودور لنا على حاجه خفيفه كده يا وديع ده نعملها. استاذ حبيبي وديع. لك الوقت الجديد، القنبله، الانسه رشا. اوبا، عملنا لك كده يا باشا حته مزيكا على السريع علشان تعيشك جوه المشهد. مساء الخير وحلقه جديده ومثيره للجدل من برنامجكم بصراحه. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن وهم بيشغل بال كتير من الشباب. الوهم ده بيفكرني في فيلم قديم كان فيه الفنان عبد المنعم مدبولي، طبيب نفساني، وراح له رجل قصير القامه ومتعقد من اسره، فكان العلاج اللي قال له عليه الفنان عبد المنعم مدبولي عباره عن محاوله لاقناعه انه مش قصير، ونصحه بانه يقول طول الوقت عباره: انا مش قصير وقزع، انا طويل واهبل. ده بالظبط اللي اصيب بيه شبابنا النهارده، بس مش في طول او قصر القامه، ولكن في طول وقصر العضو الذكري. وده طبعا نتيجة. ايوه كده يا وديع، اخيرا فهمت يا وديع. عن الرجل الذي يمتلك اعضاء جنسيه ضخمه لديه قدره جنسيه اعلى من الرجل العادي، يا ترى ايه اضرار بنسبة الموسم، وكل موسم انت خدت مجموعة مواهب من الشعب. لو قلت ان معظم الرجال مصابون بهستيريا حجم عضو الذكري. استاذ يلا يا اساتذه، يلا يا انسه رشا. وديع، سيب لي مدام رشا، عايزة في كلمتين. استاذ